السلام عليكم ورحمة الله. في إطار السلسلة ديال الفيديو اللي غادي نطرقوا لها إن شاء الله بحول الله في الموضوع ديال العروض ديال شركتي إنوي وأورانج ديال الإنترنت لا محدود ديال 4G. كما في الفيديو اللي فات كنا دوينا على الشركة ديال أورانج، العرض ديالها، العرض ديالها واش ملائم ولا لا، لأي درجة هو ملائم وأي درجة يقدر يكون فيه مضار، ومع العلم أنه في المغرب ضروري ما تاخذ شي حاجة مضرة من الشركة، يعني ضروري ما تتخسر. هادشي اللي تنقول دائما، انت ديما خاسر مع الشركة. شنو تدير؟ تحاول تسد داك الخلل اللي تتربحو من الشركة، تتخلص عليه فلوس وتقول العوض لله سبحانه وتعالى، تيكتب الله ونخرجوا من هذه البلاد السعيده لبلاصه اخرى اللي يكون فيها كلشي قاد. فهاد الاطار هذا كنت مشيت عند شركه انوي، درت تالي غوشيرش، سولت الناس اللي في لي فوروم. نتوما عارفين انه في هذا الشيء ما خاصش يكون الضحك، ما خاصش يكون اللعب، ما خاصش يكون داك لو جوجمون اللي بوسعه هكاك لله في سبيل الله. الانسان خاصو كما قلت لكم من الغوشيرش، خاصو يتبازا من الغوشيرش باش يبازي الجوجمون ديالو. مقارنه مع اورانج، انوي كتلخيص تتعطيك دابا. شنو نعطيك الجمله؟ شنو هي الجمله؟ خصني حيت هذا شرح ديال الجمله ديال انترنت لا محدود في حدود الاستعمال المعقول. شنو المعنى ديال هذه؟ المعنى ديال سيادنا هو ان هاد الكونيكسيون هادي تتعطيك واحد الفوليوم يومي تستهلكو وتتهبط الكونيكسيون. يعني الفوليوم اللي تعطيك عامة انوي في الشهر كامل تيكون مقسم على 30 يوم. كل نهار تستهلك واحد الفوليوم، واش 1 جيجا ولا 1 جيجا ونص ولا شحال تستهلكو، تتهبط كونيكسيون سيادنا ما تتهبطش بحال شركه اورانج 512 كيلو بيت بار سكوند، تتهبط الماء قل، يعني ما غاديش تقدر تخدم بها كاريمون. تا باش تحل سميتو ما يمكنش. الله اعلم شنو تيطرا، هو ان ديك الساعه الموديل ديالهم تيولي تيشد واحد، حيت انوي راه باقي عندها واحد الانستالاسيون قديمه. ديك الانستالاسيون هي اللي تيخدموا بها لي موديل ديالها من غير 4G. لي موديل 3G اللي باقي لحد الان تيدور. واش تيسويتشي الغوتور من الكونيكسيون العاديه ديالو الكونيكسيون واحده اخرى، يعني تيحبس ما تبقاش يشد 4G كاريمون، تولي يشد حاجه اخرى؟ الله اعلم. انا ما غاديش نقدر ناخذ لي موديل بجوج. هانتوما عارفين هاد القضيه هادي، هادشي انطلاقا من التجربه ديال الناس. جربوا الموديل، يعني حطوا لي موديل وجربوهم وقالوا لينا اشنو عندهم. الا هادشي كاين، راه انوي تطلع في الخطر، لان اصلا ماشي غتجي وتخلص 199 درهم على 1 جيجا في النهار مثلا ومن بعد تقاد. اسمح لي، ولكن علاش انا غندير بحال هكا؟ اللهم ناخذ موديم وغنشارجي. غادي ناخذ موديم في 15 جيجا ب 100 درهم، 15 جيجا غادي ندير فيها مثلا باليوتيوب كلشي، يعني مع كونسوماسيون موديري واحد 10 ايام، ولا كنت سكران بزاف 15 يوم، ونزيد 100 درهم اخرى، نوصل حتى 250 درهم. اكرم ليا من انني نشري سميتو نبدا كل ساعه تنبلوكا في. الله اعلم بالنسبه لكم نتوما. عاود ثاني، ما تنساوش ان 1 جيجا ديال الكونيكسيون راه هي في ليغ اوف ليجند واحد 4 ديال لي جايم هي نقولوا حنا واحد 3 السوايع، 2.5 ساعات ديال ملتي جوار. ما عرفتش هادشي راه في الجو ما تطلبش جرافيكس، ما تطلبش
الغرافيزم بزاف. ما الا غادي تمشيو مثلا كول اوف ديوتي الاخرانيين بحال مثلا الانفينيت وورفير ولا مودرن وورفير ماسترد ولا باتل فيلد 1. باتل فيلد 1 راه واخا تكون اوبتيميزي على حساب الاورديناتور ديالك انت، ما تنساوش ان الملتي جو هو انك تهز الايماج وتحطها في بلاصه اخرى. يعني تمشي ليماج للسيرفر ومن السيرفر تمشي لعند السيد ومن السيد ترجع عندك، وهادشي كامل تيمشي في واحد السرعه. وهاد السرعه هذه كما تعرفوا تتطلب صبيبا عاليه الجوده. يعني ما كاينش ملتي جوار في انوي، هادشي اللي كاين. ما كاينش شي حاجه سميتها الباك فيها، يعني لحد الان ما قالش الشركه انه غادي يكونوا دي باك. تقدر الشركه ملي تشوف ان بدات اورانج تشارج حتى غتقلد بحال اي شركه مغربيه كاينه التقليد وصافي، تتشوف ان هذه خرجت انا تخرج وصافي. هو السياسه ديالهم مختلفه الوحده على الاخرى. انه ما غاديش تخدم لك بطبيعه الحال، لانه ملي غادي تكون تاخذ 1 جيجا وتتفرق لك على شهر ما غاديش يكون عندك الحق انك تشارجي. يعني انت داك الديبي اللي غادي مثلا تحاول تستهلك ولا شي حاجه وغادي يمشي ليك. نعاود نقول لكم لي زوف بجوجهم ديال الكادر جي ما تيليقوش الملتي جوار. باغي تلعب ملتي جوار احيد عليك بجوجهم. صوف سي انا تنقول لكم في اورانج الا عندك كيفاش تشارجي، ولا شتي راسك انك ما غاديش تشارجي فوق من الفلوس اللي غتخلصها في 12 جيجا اللي هي 367 درهم. 12 ميجا يا ربي اسمحوا لي ديال لا دي اس ال اللي كاينه في هذا في اتصالات. هذا مكان في انوي ما عندكش هذه الامكانيه هذه. دونك بلا ما تضوري الا كنتي انت باغي تلعب ملتي جوار، هادشي باقي ما تستريميش، حتى تلعب ملتي جوار عام بلا ما تدور صحتك. حنا الان دابا راه عاد تنشوف لحد الان تنتيستيو واش غتخدم لنا يوتيوب لمده شهر. يوتيوب نتوما راكم عارفين انه مثلا تقدروا تبركوا فيه واحد 4 السوايع 5 السوايع، كاين اللي تيبرك فيه حتى 6 السوايع والفوق، هو تيتفرج فيديو مورا اخر. ايوا غادي نقول لكم انوي غادي يطلق لشي واحد اللي عنده يوتيليزاسيون موديري، يعني ما تيخدمش كونيكسيون بزاف، تيلعب شي حوايج اخرين، تياخذها باش يقتصد عليها، تياخذها مثلا باش يدير على لو سيستيم ميزاجور من هنا، تيليشارجمون ديال شي لوجيسيال صغير بيلوت ولا شي تخربيقه. سينو حتى مثلا داك اليوتيوبر اللي تيسجل وعنده فين يحط مثلا فين يابلود، سينو ما غاديش تخدم لك كونيكسيون برينسيبال. لليوتيوب كيوتيوبر ما تخدمش ليك، كستريم ما تخدمش ليك، وكلاعب في الملتي جوار ما غاديش تخدم ليك. المهم هذا ما كان بالنسبه لشركه انوي. باقي مازال ان شاء الله غادي يكونوا ديال الطاي اخرين، لان ضروري ما تيخرجوا شي حوايج، ضروري ما خص لو تيست باش تعرف شنو كاين. كما قلت لكم ان شاء الله بحول الله غادي ندويو في الفيديو الجاي على واحد لوف صغير ديال شركه اورانج ديال الفيبر اوبتيك، الظروف ديالها وكيفاش غتخدم كيفاش ما تخدمش. ونتمنى من الله ان التكنولوجيا تولي مزيانه في المغرب، وان اللي مكلفين بالتكنولوجي ما يكونوش دوك صحاب الفرنسي اللي عاد تيدويو اللي تعطيك الهضره ولكن الدرا ما كاينش. نتمنى من الله انه يكون ان تكنولوجيا الاتصالات يبداو يدخلوا ليها الناس اللي عارفين لها، ما نبقاوش نوحلوا في هذه المشاكل هذه ديال نتوما هاكم اللي كان. مع الله يا ربي نطلبوا من الله، لان راه الله سبحانه وتعالى هو اللي معاونا في المغرب هذا. اعناكم الله واسمحوا لي.